بالنسبة للفوز اليوم أمام المنتخب الإيراني، منتخب تصنيفه عالي، منتخب اسمه كبير بالقارة، أكيد هذا الشيء راح يعطيكم جرعة معنوية لمواجهة استراليا المرتقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف احنا هذه المباراة خذناها اللي عندنا مباراة مع استراليا، الحمد لله والشكر. المدرب اجرى تغييرات بالخطة، يعني هو راد يعني يلعب بخطة هجومية، الحمد لله والشكر. قدرنا ان نحقق بها الاداء وحققنا بها الفوز الحمد لله. اللي قدمناه اليوم نريد نقدمه مع استراليا ان شاء الله. مع استراليا نقدم كل ما عندنا، لان احنا بحاجه ل3 نقاط، وان شاء الله على قدر المسؤوليه ان شاء الله، ونفرح شعبنا، ونتمنى الجمهور العراقي يحضر في هذه المباراه مع استراليا لحصل 3 نقاط ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. شكرا كابتن. بالنسبة للفوز اليوم أمام المنتخب الإيراني، ما مدى انعكاس هذا الفوز على روحية المنتخب وأيضا من الناحية الفنية؟ كيف فادت هذه المباراة منتخبنا الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية انت مثل ما تعرف انه اليوم المنتخب الوطني اللي هي يمكن صار 3 ايام من وصل معسكره في ايران تحضيرا اكيد للمباراة المنتخب الاسترالي ومنتخب السعودية. نشوف اليوم انه الحمد لله والشكر انه وصول نصف اللاعبين المحترفين، وبانتظار اللاعبين المحترفين البقية ان شاء الله يكملون صفوف المنتخب. تعرف انه هي مباراتنا اليوم كانت مع منتخب ايران مباراة مشابهة الى الاسلوب المنتخب الاسترالي، اكيد انه طبقنا داخل الملعب ما اراد من عندنا المدرب باسلوب وتكتيك خاص مشابه الى مباراة منتخب استراليا. الحمد لله والشكر انه قدرنا نطلع بنتيجة ايجابية، وتعتبر انه هاي النتيجة الايجابية دافع معنوي لنا كلاعبين وتحضيرا اكيد للمباراة المرتقبة، المباراة المهمة هي مباراة استراليا، وان شاء الله نشوف المعنويات اللاعبين اليوم بدأت ترتفع اكثر، وان شاء الله راح نكون جاهزين اكيد لمباراة منتخب استراليا. ان شاء الله راح تكون نتيجة ايجابية ان شاء الله من صالحنا. شكرا كابتن.